ايه ديت؟ عايز اضر هو لوحده. ليه وكده؟ ليه؟ اوعى هوبا هوبا تاكلينا. استر عليا استر عليه ولا عليه والنبي. نفسي مرة تكمل مشوار للآخر. والله نيتي خير. نيتك الله يخرب بيتك. جرالك ايه المرة دي؟ ما جراليش حاجة، ده انا ابن خيبانة. والله ده اللي حصل. ليفربول داخله طور هايج في عنبر 7، داخله في الريال شمال، جونين في اول ربع ساعه وخاربين الدنيا، وخلاص قلنا ليفربول في الابطال غير الدوري، وهيتألقوا في الابطال ويعدوا الريال ويخرجوهم، وبادئين في الانفيلد نار. وحفيظ دراجي يقول لك يا كورتواه وايه بقى، والدنيا زنبلطه والليفر دايسه. بعد الربع ساعه الليفر مش موجوده. ماتش كامل ريال مدريد مسكت الليفر في الانفيلد. فضيحة تاريخية. اول مرة ريال مدريد تجيب 5 تجوان في فرقة انجليزية في ماتش واحد، محصلتش قبل كده. تيجي في الليفر دي صعبة وكبيرة وتقيلة. واليسون مسكوتش طبعا لكورتواه، يا اليسون ضيع فرقته وادى الريال التعادل، والدنيا كانت بزرم. طب ايه اللي حصل لليفربول؟ فين المشكلة؟ العيب عند كلوب ولا عند اللعيبة ولا فين بالظبط؟ اتكلمنا كتير. ولا الميزة في ريال مدريد اللي في الابطال بيبقوا حاجة تانية وبيدشملوا اي حد يقابلوه في سكتهم، ولا هممهم كبير ولا صغير. هنشوف التفاصيل مع بعض ونحاول نفهم ايه اللي حصل وايه اللي ممكن يحصل في العودة، وممكن الموضوع يبقى اسوأ ولا ليفربول هتلم الدنيا. فيلا ما نضيعش وقت ونخش على طول في التفاصيل. يورجن كلوب بدأ الماتش وهو في دماغه حاجة واحدة بس: أنا الأندر دوج، أنا الطرف الأضعف، أنا الغير مؤهل، ومحدش متوقع مني أي حاجة نهائي. دخل الماتش قال أنا هفاجئ ريال مدريد، وده اللي عمله. ضغط عالي، قوة، سرعة، اللعيبة عندها جرينتا وعندها منتاليتي وعندها شخصية، وداخلة عندها هدف واضح جدا: إحنا هنخطف ريال مدريد في أول الماتش. وده اللي حصل. صلاح يعمل اسيست ويجيب جون ويتألق وينفجر. الجول عمل اسيست حلو لنونيز اللي حطها بشكل حلو. على فكرة نونيز دي الطريقة اللي بيحب يحط بيها جوان. اول ماتش ليه مع الليفر، من اول عرضها ليه اول ما نزل عمل نفس الكورة، حاول يحطها بنفس الطريقة، عدت من بين رجليه. بعدها بدقيقة اتعملت له تاني، حطها جون بنفس الطريقة. اول جون لداروين نونيز مع ليفربول ابقوا شوفوه، نفس الجون بالظبط، بنفس التكنيك، بنفس الطريقة، في نفس الزاوية، ونفس الباصه ونفس الاسيست من صلاح بنفس الطريقه. يعني دي حاجه هم متفقين عليها ومحفوظه. لكن كالعاده لا تامن غدر الريال في الابطال. ريال مدريد فريق مرعب في دوري الابطال. ليه مرعب في دوري الابطال؟ لان لعيبه ريال مدريد عندها الارث التاريخي ان هم اقوى فريق في اوروبا. هم محدش يقدر يجاريهم في دوري الابطال. مهما كان مستوى ريال مدريد وحش في الدوري، بيخسروا من ساراكوستا، بيخسروا من مالاجا، بيتعادلوا مع مش عارف مين، كل ده في الحماده بالنسبه للريال. هم بينزلوا في دوري الابطال 200-300% من طاقه اللعيبه بتتحول. مش بقول ان اللعيبه سيئه بره دوري الابطال، لا هم كويسين، بس مش بيدوا 100% من الطاقه بتاعتهم. لعيبه الريال وجمهور الريال بيحوش الطاقه بتاعته كلها عشان ماتشات دوري الابطال. هم كام ماتش في السيزون هنكسبهم، هناخد البطولة الأقوى في أوروبا. ده اللي بيعملوه. هم فاهمين إيه البطولة دي وإيه اللي المفروض يعملوه. اللي كان بيحصل على أرض الملعب هو كان معركة تكتيكية في نص الملعب. ليفربول بتحاول تضغط عالي، وريال مدريد رغم إنها بتدافع إلا إنها بتضغط عالي. بمعنى والكرة مع ريال مدريد، لعيبة ليفربول معظمها بتبقى في نص ملعب ريال مدريد وبيعملوا الضغط العالي المعتاد بتاع ليفربول. ولما لعيبه ليفربول بيبقى معاها الكوره، لعيبه ريال مدريد واقفه في مناطق الدفاع، بس لعيبه النص بتعمل ضغط قوي جدا وشرس جدا على حمل الكوره في نص الملعب. مش بيدوا للعيبه الليفر الفرصه ولا الاريحيه ان هم يلعبوا التمريرات بتاعتهم وان هم يلاقوا مساحات. لا، انت بتلاقي لعيب من الريال معاه الكوره يضغط عليه لعيب من ليفربول ياخد الكوره، مجرد ما بياخدها لعيب من ريال مدريد يضغط على لعيب تاني من الليفر. هي ماشيه كده. الخطة الاتنين تقريبا كانوا بيلعبوا بنفس الخطة وبنفس الفكر، بس الفرق ان ريال مدريد شاطر جدا في فكرة ان انا ازاي هعرف ادافع واخضر الخصم واسحبه في المناطق بتاعتي وانتشر المرتدة. ريال مدريد هو افضل فريق في العالم بينفذ الفكرة دي وكسب بيها ماتشات وبطولات كتير. كل مرة الناس بتتفاجئ ويقولوا ريال مدريد محظوظة. لا، ريال مدريد مش محظوظة. ايه الحظ في كده؟
اي حد قاعد على الدكه، اي حد بيتفرج من المدرجات، اي مدير فني عارف ان ريال مدريد بتقعد في مناطقها وبتلعب على المرتدات، واوقات تانية تعلي الريتم وتمسك هي الكوره وتبتدي تضغطك. هما بيقدروا يتحكموا في رتم الماتش عالي وواطي، بيقدروا يسرعوا الريتم ويهدوا الريتم. ريال مدريد مرعبه بكل المقاييس في دوري الابطال، وطريقه لعب ريال مدريد محدش يقدر يجاريها الا اللي فاهمها وعامل حسابها. طب انت هتعمل حسابها ازاي؟ هتثبت 4 ورا او مان تو مان مع بنزيما وفينسز ورودريجو؟ لا طبعا. فينسز هيعدي من اي حد 1 على 1، 2 3 هيعدي. بنزيما لو ممسوك من 4 هيخلص من نص فرصه. فبرضه فكره المان تو مان مش منطقيه مع ريال مدريد. طب الزون ديفنس هتفضل تدافع بفرقتك كلها ومش هتهاجم؟ برضه مش هتنفع. ففعلا ريال مدريد بيحول الملعب لجحيم على الخصم بتاعه. تعال بقى على الناحيه الثانيه، ليفربول بتعمل ايه؟ فين مشكله ليفربول؟ مشكله ليفربول ممكن تكون بدايتها من عند يورجن كلوب. يورجن كلوب بقاله سنين محتفظ بنفس السكواد بنفس التشكيله، بيعمل تغييرات بسيطه. اللعيبه استنزفت على مدار 5 سنين لان طريقه لعب يورجن كلوب بتعتمد على الضغط العالي والسرعات والبدنيه. اللعيبه مستنزفه مهلكه. غير ده هم وصلوا نهائي شامبيونز ليج مرتين، وخدوا البطوله وخدوا دوري انجليزي. هم عملوا حاجات كتير خلتهم مستكفين كوره، مستكفين بطولات، شبعانين، غير الارهاق. فبالتالي الاتنين مع بعض ادوا ان احنا نشوف النسخه اللي احنا شايفينها من ليفربول السنه دي. وفي حاجه اهم من كل ده، هي ان يورجن كلوب بقاله سنين بيقول انا فخور وسعيد جدا بالسكواد بتاعي. ليفربول ما فيهاش نص ملعب. نابي كيتا زجاجي وبيتصاب، هندرسون عجوز رغم الاداء الكويس اللي بيقدمه. بقت الليفر بتعتمد في نص الملعب على بياجيتش، طفل صغير ناشئ هو الاساسي، وعلى فكره هو احسن لعيب في النص مع هارفي اليوت. شباب اتنين صغيرين في السن هم اللي طالعين شايلين خط نص ليفربول. طيب الضغط القوي بتاع ليفربول اللي بيعملوه ده في مشكله واحده، هم ما بيعرفوش يلاقوا مساحات ولا يفنشوا. طب دي محتاجه ايه؟ محتاجه مهاجم؟ لا، محتاجه وينجر. عندهم جاكبو وصلاح ويوتا، وعندهم فيرمينيو مهاجم، عندهم كتير. طب محتاجه ايه عشان تتحل مشاكل ليفربول؟ محتاجه دي بروين، محتاجه مودريتش، محتاجه تيجو الكانتارا نسخه زمان، محتاجه اوديجارد. كل الفرق الكبيره اللي بتنافس هتلاقي فيها واحد بلاي ميكر اللي بيعرف يتحكم في رتم الملعب وفي نص الملعب ويوزع الكور ويوزع اللعب، يوجه فرقته للدفاع، ياخد الكرة من الدفاع يطلعها للهجوم بشكل منظم، يبني هجمة، يعمل اسيست خارق من بتوعه، يودي اللعيب بتاعه انفراد فيحط الجون. الكلام ده كله مش موجود في ليفربول. مفيش حلقة الوصل اللي في النص. لو هنتكلم بالمصري ممكن نقول ابو تريكة. مفيش ابو تريكة في ليفربول، مفيش دي بروين. يعني باختصار عشان ما نطولش، هما مش محتاجين اكتر من بلاي ميكر مع اللعيبه اللي موجوده، ولعيب كمان خط نص تقيل. يعني 2 لعيبه نص تقال، واحد منهم بلاي ميكر وواحد بيلعب 6. الاتنين دول هيغيروا الفريق 180 درجه، هيحولوه من فريق بيضغط وبيجري وبيستنزف طاقته وبيعمل كل حاجه في الملعب لفريق بيقدر يترجم الكلام ده لجوان. وعلى الناحيه الثانيه انشيلوتي كان ذكي جدا في انه ما يبداش بكروس ايا كان سبب غيابه، سواء مصاب سواء لا، هو الصح في ماتش زي ده ما يبداش بكروس. لعيب بطيء كبير في السن وبيتعب بسرعه، مع لعيبه ليفربول اللي في نص الملعب اللي هم كلهم صغيرين في السن ما بيعملوش حاجه غير الضرب والجري والضغط العالي. فانت محتاج لعيبه عندها الطاقه والقدره البدنيه، ولذلك هو استخدم كامافينجا هو احسن واحد يقوم بالدور ده، الكتر والضغط والمجاراه البدنيه مع لعيبه نص ليفربول. مشاكل ليفربول مش واقفه في دوري الابطال بس، لا هي مستمره في الدوري الانجليزي، ونفس الكلام على ريال مدريد. ما زال الابهار بتاعهم في كل البطولات الدوليه مستمر، كاس عالم انديه، دوري ابطال. احنا بنشوف فريق مختلف تماما عن اللي بنشوفه في الدوري الاسباني، وهي دي عظمه وارث ريال مدريد الكروي في تاريخ دوري ابطال اوروبا. الفريق الاعظم في البطوله، واي حد ينكر ده يبقى جاحد. هم فعلا احسن فريق في تاريخ دوري الابطال، ولا يجاريهم احد نهائي في التاريخ في دوري الابطال. مبروك لكل مشجعين ريال مدريد، ولسه في عوده في السانتياغو، وهارد لك لجمهور ليفربول. مطلوب من فريقه غير ان هو يعمل ماتش كويس في العوده، حتى لو خرج بس ما تبقاش الخروج بفضيحه وخساره تقيله تانية في السانتياغو.
ونقدر نقول ان رسميا ريال مدريد حط رجل ونص في دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا. ده اللي كان عندنا النهارده في ماتش الريال والليفر اللي انتهى بخماسية تاريخية لريال مدريد. وسلام.